بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخواني وأخواتي، نرحب بكم في لقائنا وملتقانا الخامس في مساء هذا اليوم. الحقيقة يشرفنا لجنة المدربين في رابطة المدربين العرب، وباسم رئيس مجلس إدارة الرابطة الدكتور عبد المنعم، وباسم أمينها العام الدكتور درع الدوسري، وباسم رئيسها الدكتور محمد الشافعي، وباسمي أنا محدثكم رئيس لجنة التدريب سعود العتيبي، وبكم وباسم أيضا جميع أعضاء اللجنة، نرحب بجميع رواد مقهى المدربين هذا المساء، ونرحب بضيفينا الكريمين من دولة الكويت الشقيقة المستشار الدكتور جاسم محمد الفهاد، مستشار ومدرب في التنمية البشرية. ونرحب أيضا من دولة مصر الشقيقة دكتورة رانيا مدبولي جابر أحمد. أهلا وسهلا بالجميع. نرحب فيكم ونذكركم أننا في هذه الأيام تمر أو يمر أخواننا في السودان بأزمة كبيرة وبحرب. نسأل الله جميعا أن يرفع عنهم بإذن الله تعالى، وأن يصلح الحال، وأن يرحم موتاهم وشهدائهم. آمين آمين. كما أحب أن أنوه على الجميع أن هذا الملتقى وهذا اللقاء مسجل، وذلك لهدف رفع على منصة رابطة المدربين العرب، وذلك للاستفادة أو أكبر استفادة ممكنة من الجميع. نفع الله بعلم الجميع. أتقدم بالشكر للدكتور جاسم وأيضا الدكتورة رانيا قبولهم هذه الدعوة. والحقيقة الدكتور جاسم وأيضا الدكتورة رانيا كان اللقاء بهم في الجلسة السابقة، ولكن كانت ظروفهم لا تسمح، والجلسة التي قبلها، وذلك حرصا منا على أن يكون ضيفين عزيزين على قلوبنا لهذا المساء. وفقنا الحمد لله بقبول الدعوة وملاءمة ظروفهم، فباسمكم جميعا نرحب بهم جميعا. دكتور جاسم، أهلا وسهلا. معنا الدكتور جاسم. السلام عليكم ورحمة الله، سعد الله مساكم، تقبل الله طاعتكم. اللهم آمين. سامعين الصوت؟ مزبوط دكتور. أهلا وسهلا. دكتورة رانيا، أهلا وسهلا. أظن اهلا وسهلا بكم جميعا، مرحبا بالجميع، وانا سعيده ان انا معاكم النهارده. ومعلش المره اللي فاتت كان اللقاء كان في الاواخر من رمضان، فكان صعب علينا الالتحاق معاكم يعني، ولكن شرف ليا تواجدي معاكم اكيد يعني. اهلا وسهلا بالجميع وسعيده بلقائكم جميعا، واهلا طبعا بالدكتور جاسم، اهلا وسهلا بحضرتك. يا رب. خير بدايه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. نبتدي هذه الجلسه بعد إذنكم بضيفنا الأول المستشار الدكتور جاسم محمد الفهاد، مستشار ومدرب في التنمية البشرية. الخبرة: يمتلك الدكتور الفهاد أكثر من 35 عاما من الخبرة العريقة في المجال الأكاديمي والاستشاري والتأهيل والتدريب. تتركز مجالات الخبرة على سبيل المثال لا الحصر: الإدارة الاستراتيجية، التخطيط الاستراتيجي، الإدارة التقنية، القيادة، قياس وتقييم وتطوير الأداء المؤسسي، إدارة وتنمية الموارد البشرية، إدارة المخاطر والحل الإبداعي والمشكلات، التصميم التنظيمي للمنظمات، مؤشرات قياس الأداء، تنظيم وإدارة المقابلات المهنية، إعداد دراسة جدول المشروعات الصغيرة، تنظيم وإدارة اللجان والاجتماعات. ترتكز الخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية التي يقدمها الدكتور الفهاد باللغتين العربية والإنجليزية محليا وإقليميا ودوليا، على قاعدة ثرية ومتجددة من المعرفة والخبرات والممارسات المهنية والاحترافية. المؤهلات العلمية: حاصل على دكتوراه في إدارة العمليات والتكنولوجيا المملكة المتحدة عام 2004، أيضا ماجستير في الإدارة التكنولوجية المملكة المتحدة، وبكالوريوس إدارة صيانة الطائرات الإلكترونية الولايات المتحدة عام 1974. دكتور والمستشار جاسم 94 دكتور. عفوا 94 عشان لا عبال ما أنا يعني عمر كبير وايد 74 بطاعة وصلت الله. العمر عفوا منك 94 1994. الحقيقة استاذنا الدكتور العرض مبسط للسيرة الذاتية، وطبعا تولى
من المهام والمناقب ما يحب هو أو إذا أحب سرد أو إضافة إلى ما سمح لنا بالحديث عنه. نرحب فيك دكتور مستشارنا جاسم محمد الفهاد، أهلا وسهلا. ومعك الحديث 20 دقيقة تثرينا فيها بتجربتك في عالم التدريب وأيضا المناقب والمناصب التي توليتها وأثرت أيضا في العملية التدريبية، مشكورا. وبعدها إن شاء الله نفتح المجال 10 دقائق للموجودين ورواد المقهى للتوجيه أو التحاور معكم وعرض بعض الأسئلة. فتفضل مشكورا دكتور، أهلا وسهلا. تسلم دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. رب الله طاعتكم، كل عام وانتم بخير. وايضا نضم صوتنا الى صوت جميع الاخوان والاخوات على يعني الاوضاع المحزنه صراحه في السودان الشقيق. وهذه يعني مع الاسف هذه البلاد ابتليت بثورات واضطرابات، نسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج عنهم وأن يزيل عنهم هذه الغمة إن شاء الله ويخرجهم سالمين غانمين بإذن الله تعالى. شاكر لكم دعوتكم، وأنا أعتذر مثل ما تفضلت الدكتورة يعني كانت في رمضان، يعني الوقت جدا يعني مزحوم، فبالتالي يعني كان ودنا أن نعطي اللقاء حقه صراحة، وجهودكم مشكورة، خاصة ما شاء الله الإعلان المقدمة أو حالي كأني طالع في قناة الجزيرة، التنسيق والترتيب فما شاء الله يعني فترة قصيرة لكن جهود قياسية، نسأل الله أن يبارك فيكم. بالنسبة لخبراتي ومؤهلاتي في العمل الأكاديمي والعمل التدريبي والعمل الاستشاري، مثل ما تفضلت أنا في الأصل مهندس طيران، تخصص هندسة إلكترونية، تخرجت من أمريكا. وأنا في الأصل يعني كنت ضابط في القوات المسلحة، فأنا كنت ضابط في القوة الجوية الكويت إير فورس، وكل يعني ابتعاثي كان على حساب الدولة، جزاهم الله خير، بداية بالبكالوريوس مرورا بالماجستير والدكتوراه في جامعة آستون من الجامعات العريقة في بريطانيا في تخصص طبعا الإدارة. وأنا كوني الخلفية كهندسة، فكان من الأفضل أني يعني أختار مجال مقارب له في عالم الإدارة، وهو التكنولوجي مانجمنت أو تكنولوجي أند أوبريشن مانجمنت، إدارة التكنولوجيا والعمليات، ومتخصص في النقل التكنولوجي. باختصار رسالتي الدكتوراه عن كيفية نقل التكنولوجي من الدول الصناعية إلى دول العالم الثالث. ونقصد هنا النقل ليس فقط النقل للتكنولوجيا بحد ذاتها، ولكن هو في الأصل كيفية نقل وتوطين التكنولوجيا في دولنا، كيف نستفيد من النقل التكنولوجي بحيث أننا نبدأ نستوعب هذه التكنولوجيا، ثم بعد ذلك ننطلق إلى المرحلة الأخرى وهي مرحلة الابتكار والإبداع. فهذا هو باختصار التخصص الأكاديمي. طبعا أنا اشتغلت فترة طويلة في وزارة الدفاع، وكان آخر شغلي فيه كنت أنا مسؤول عن إدارة العقود والمشاريع في وزارة الدفاع ككل. فكل المشاريع وكل عقود القوى الجوية كنت أنا أشرف عليها. طبعا العقود نتكلم عن العقود الخارجية مع شركات عملاقة مثل شركة بوينغ ولوكهيد مارتن ونورثروب، هذه شركات عملاقة في عالم يعني منظومات تسليح القوى الجوية وصيانة المعدات والأنظمة الجوية. فعندي خبرة طويلة في قضية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. هلا دكتور. وعليكم حياك الله. كل عام وانتم بخير دكتورة رانيا. الحمد لله على السلامة. الحمد لله. منورين الدنيا. أنا جاي بجري والله عشان ألحقكم. نور حضرتك والله. أهلا وسهلا. حياك الله. نتشرف دكتور. إن شاء الله مستمتعين بالكوادر. إن شاء الله. الله يبارك فيك يا دكتور. فعندي خبرة عريقة في عملية إدارة العقود وإدارة المشاريع. طبعا أتكلم على العقود يعني مليونية أو حتى المليارية.
بالإضافة فوقتها كنت أيضا أدرس بارت تايم مع جامعات داخل الكويت، سواء جامعات حكومية أو جامعات خاصة. بعدين يعني لما كملت المدة القانونية في وظيفة في وزارة الدفاع، يعني كانت في عروض من جامعات خاصة أني ألتحق فيهم، وفعلا التحقت في جامعة العربية المفتوحة عندنا، وعندكم فرع في مصر، فيها فرع، والسعودية فيها يمكن 6 مراكز، وعمان والبحرين والأردن. فكنت رئيس قسم إدارة الأعمال، وبعد ذلك المساعد لنائب رئيس الجامعة لشؤون الأكاديمية. بعدين رحت إلى الجامعة الأسترالية، بعدين جامعة الخليج، هذه جامعات خاصة عندنا بالكويت. وبعدين يعني تركت العمل الأكاديمي، توجهت إلى العمل الاستشاري. لكن خلال الفترة هذه ما تركت التدريب. يعني أنا خبرتي بالتدريب تقريبا ما تقارب 3 عقود، 30 سنة تقريبا، لكن كانت بداية داخل الكويت، وبعدين لا صارت في الخارج. أتكلم شوي عن الاستشارات. أنا قدمت كان مستشار لمعالي نائب وزير، نائب رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع، ومستشار في كذا هيئة مثلا عندنا هيئة العامة للرياضة، في شركات خاصة وشركات وقطاع عام. فيعني الوقت أغلبه أقضيه في تقديم استشارات لهم. أيضا أنا أقدم استشارات بشكل تطوعي إلى مؤسسات المجتمع المدني، جمعيات النفع العام، الجمعيات الخيرية، الجمعيات الإغاثية. أيضا أنا نائب رئيس مجلس إدارة دار الخبرة للتنمية والتطوير، وهي شبيه بعمل مراكز الاستشارية والتدريب. فأيضا لي مساهمات أتشرف فيها أني أقدم دراسات واستشارات تطوعية. في عالم التدريب أقدم في العادة دورات تكون في تخصص الإدارة، التخطيط الاستراتيجي مثل ما تفضلت فيها دكتور سعود، القياس الأداء المؤسسي. هذه صراحة أنا عندي يعني من أهم الدورات أو البرامج التدريبية التي يحتاجها مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات القطاع يعني العام. لأن من خلال خبرتي دائما مع الأسف الاستراتيجيات هي تستخدم يعني زخارف، كديكور، لكن على أرض الواقع تنفيذها جدا سيء، مردودها يكون سيء. وبالتالي تحتاج إلى من يقوم بعمل قياس الأداء المؤسسي حتى نعرف العائد من هذه البرامج وهذه الخطط. فحبيت أني أنا يعني أركز على المجالين هذول، بالإضافة طبعا إلى الدورات الأخرى اللي أقدمها. وأنا مثل ما تفضلت أنا يعني أقدم الدورات باللغتين الإنجليزية والعربية. ويؤسفني أني أقول يعني أني أنا بالبرامج الإنجليزية أقوى شوي من البرامج العربية، لأن دراستي تقريبا أكثر من 12 سنة في بريطانيا وأمريكا. لكن طبعا لغتنا العربية لها حق علينا، لغة القرآن الكريم. يعني الحمد لله يعني أيضا متمكن، لكن أنا بالجانب الإنجليزي كدورات أجنبية أقوى. وخصوصا عندنا إحنا أغلب المؤسسات القطاع الخاص تطلب الدورات باللغة الإنجليزية. يعني شركات النفط مثلا عندنا، شركات الاتصالات، أغلبها البنوك. يعني حتى أنا قدمت في قطر دورات في بنوك هناك يطلبونها باللغة الإنجليزية، فلذلك كان تركيزي على الدورات باللغة الإنجليزية. خبرتي أيضا يعني قدمت دورات في طبعا دورات كثيرة داخل الكويت وبرا الكويت. في تركيا قدمت، وفي السودان، وفي السعودية، وفي قطر. هذه أغلب الدول خارج الكويت اللي قدمت فيها برامج تدريبية. أعتقد هذه الدول نعم. فقط ودي أضيف نقطة، أن إحنا عندنا مشكلة في العالم العربي ككل، النظر يعني نظرة المسؤولين وأصحاب القرار إلى البرامج التدريبية. هذا عندنا في الكويت على شكل خاص. يعني
لما يصير في تقليص في الميزانيات، أول شيء يذهبون إليه اللي هو بند التدريب. يعني هذا يعكس عدم اهتمامهم أو عدم إحساسهم بأهمية التدريب المهني للموظفين. هذه نقطة. النقطة الثانية عندنا في الكويت بشكل خاص، وما أدري هل هي موجودة أيضا يمكن يفيدون الأخوة الحضور. عادة أنا ما أتكلم عن القطاع الخاص، أتكلم عن القطاع العام، القطاع الحكومي. عادة مع الأسف أي شخص يكون مثلا شخص قيادي، إذا أحبوا مثلا أن يجمدونه مثلا، أو أن في بينهم نوع من يعني الخصومة، أو أن هذا الشخص مثلا ما يصلح في مكانه، على طول يودونه وين؟ ينقلونه إلى إدارة موارد البشرية، وينقلونه إلى قطاع التدريب. يعني وخلاص، ويعتبر قطاع التدريب قطاع مجمد، والأشخاص الغير مرغوب فيهم أول قطاع يرحلونهم وينقلون فيه. فهذه النقطتين تعكس يعني وضع التدريب وفلسفة التدريب عند أصحاب القرار. يعني هم يؤمنون فعلا بأهمية التدريب والعائد من التدريب والبرامج التدريبية، وكيف أنها ممكن وبشكل كبير أنها تثري مهارات الموظفين وترتقي بأدائهم، وبالتالي تتحقق الأهداف المرجوة. لكن هذا مع الأسف هو واقع عندنا في الكويت، وأنا لاحظته في بعض يعني دول الخليج. ما عمم لأن ما عندي صراحة الدراسة الكاملة، لكن هذه أشياء صراحة يحتاج منا صراحة أن احنا نبذل جهود أكبر في قضية، يعني نبين لهؤلاء أصحاب القرار أن العائد من التدريب أهميته كبيرة لأي مؤسسة، سواء قطاع عام أو قطاع خاص. أنا نسيت بس أذكر أني يعني تشرفت مع الإخوان دكتور منعم ودكتور درع وباقي الأخوة، أن يعني كنا مؤسسين لرابطة شركة مدربين العرب، وأنا عضو مجلس إدارة أيضا معهم. والآن أيضا أتشرفت أنا في عضو في اللجنة العلمية. هذا على عجالة يعني سردت بعض الخبرات الأكاديمية والخبرات المهنية، وفيما يخص الجانب التدريبي أيضا. دكتور سعود، إذا في عندكم أو في استفسار أو شيء. نعم دكتور، ما شاء الله أثريتنا الحقيقة والخبرات التي لديك، والحقيقة احنا نرحب فيك، وانت من أهل المكان لا شك ومن مؤسسين المكان. وأيضا معنا الدكتورة آية موجودة، يعني متحمسة جدا، لأنه الدكتور جاسم زي ما ذكر هو من اللجنة العلمية، ولكن احنا بنتابع مع الدكتورة آية لأن تحضر الجميع الضيوف إن شاء الله. هي حريصة الحقيقة، بس زيادة حرص. الدكتور جاسم، الكويت من أوائل الدول في المنطقة العربية، في الدول العربية التي وفرت بيئة التدريب، والشاهد على ذلك كان من قدامى، ما نسميهم قدامى المحاربين، قدامى المدربين. كانت قوة التدريب وقوة الاستقطاب وتوفير البيئة المناسبة بدأت من الكويت. فالجميع أشاد من قبلنا أكيد وسبقونا التحقوا بدورات من خلال الكويت. هل في جاب في هذا الوقت أو في هذا التوقيت؟ هل اختلف جودة التدريب؟ أنت ذكرت في طي حديثك إنه في تلاقي في عقوب في صعوبات، أو في تحدي كبير أو مشاكل تمر فيها العملية التدريبية أو المراكز التدريبية، ولكن هل جودة التدريب وفسح المجال للتدريب في الكويت يعني على لسان حاله السابق، يعني استقطاب كبار المدربين في العالم العربي، وبالتالي يلتحق كثير من المتدربين في العالم العربي إلى أخذ دورات في الكويت؟ والله سؤال جيد دكتور سعود. بشكل عام أقدر أقول أنه اختلف. أعتقد أن يعني في أسباب وعوامل لتأثير التدريب في الكويت ما هو مثل السابق. مثل ما تفضلت، كان السبق الكويت في دخول هذا الميدان، والمدربين المخضرمين
الأوائل كانوا نشطين، وفعلا يعني هم اللي أثروا قطاع التدريب سواء في الكويت أو في الخليج أو على مستوى المنطقة العربية. لكن للأسباب اللي ذكرتها أنا سابقا، أن يعني صار مع تغير الأجيال وتغير القيادات، ومع الأسف الشيء اللي أعتقد أيضا أنتم تشاركوني فيه، دخول كثير من الأشخاص عالم التدريب وهم يفتقدون إلى أقل وأدنى مهارة في التدريب وفلسفة التدريب، ناهيك عن يعني الخبرة. يعني مثلا احنا مثلا يعني انا وشريكي كان عندنا مركز تدريب، ولما تنزل عندنا مثلا مناقصات حكومية برامج كنا نسعر ونعطي. نتفاجأ أن طبعا مع الأسف هذه تتحملها، يعني عندنا ديوان الخدمة المدنية يتحمل هذا وبعض الوزارات. المشكلة أنك أنت لما دائما تبحث عن أقل الأسعار هذه، يعني يجب يعني نقف عندها كثيرا. دائما الجيد والممتاز والأفضل والمتميز له سعره. فلما أشرح لهم أقول لهم أنتم طلبتوا برنامج حددتوا فيه الأهداف، حددتوا فيها الفئة المستهدفة، أنا أحاول أرتقي بمدربينكم، فبالتالي أنا لازم أستقطب أفضل مدربين سواء على يعني محليا أو إقليميا أو دوليا. لكن تتفاجأ بالنهاية أنهم دائما ينظرون أو في الغالب خلينا نقول إلى أقل أسعار. فدخل الميدان هذا، والآن توفرت على فكرة، يعني أنا كان عندي مشكلة لما أعطي دورة تدريبية يسألوني نبي المادة التدريبية اللي هو الباوربوينت، فكنت أعطيها أول أيام، بعدين أتفاجأ موجودة في النت. طب هذا أي واحد ينزلها من النت وبعدين يقدم نص مثلا عرض السعر اللي احنا نقدمه ويفوز فيه. يعني طبعا الأشخاص اللي ما عندهم مثلا لا عندهم مقرات ولا عندهم مراكز تدريب ولا عندهم مصروفات شهرية، فبالتالي ما عنده مشكلة أن يساعده بشيء بسيط يعني. وبالتالي هؤلاء الذين اقتحموا عالم التدريب لهم تأثير سيء جدا. ومثال على ذلك عندنا في الكويت الآن أغلب دورات التدريب ما هي عن طريق الوزارات، مع الأسف الحكومة ماسكة إيدها شوي. صارت عندنا القطاع النفطي صراحة لا زال قوي ولا زال يعني هو في الكويت رقم 1 يعتبر في الاهتمام بالبرامج التدريبية لجميع الكوادر اللي عنده. بعد ذلك تأتي شركات الاتصالات والبنوك. فتتكلم أنت طبعا القطاع النفطي يعتبر شبه خاص عندنا بالكويت مع أنه حكومي، بس يعني يدار خلينا نقول بزنس اورينتد، يدار بطريقة يعني تختلف تماما عن القطاع الحكومي. عندنا القطاع التدريب، مركز التدريب البترولي، أنا أقول لك المشكلة اللي يقتحمون عالم التدريب كل سنة يرسل قائمة البلاك ليست، القائمة السوداء بالمدربين اللي انصدم بأدائهم. فأنا قاعد أشوف يعني أسماء كنت أظنها يا سبحان الله، كل سنة يتفاجأ أن في ناس قاعد تدخل وعليهم شكاوي وعليهم مشاكل. فلذلك هذا دليل على أن هؤلاء لو كان عندهم الخبرة اللازمة ما وضعوا في هذه القائمة في الأصل. لذلك فهم المشكلة شنو؟ مشكلة أن يعني خربوا على الناس الجادة، الناس اللي فعلا هي قادرة أنها تقدم برامج تدريبية على مستوى راقي، وضاعوا وقت المراكز التدريب. طبعا احنا بنقول أيضا ممكن نلوم المركز التدريب البترولي مثلا، أن المفروض يكون عندك نوع من السكرينينج، نوع من يعني تشدد. فبدأوا الآن يشددون ويرسلون مع كل مراكز تدريب عندنا في الكويت الأسماء هذه لا تشوفها عيني ولا تقبل علينا ولا راح نتعامل معها نهائيا. فباختصار سؤالك دكتور، تأثر من العوامل اللي تكلمت عنها، لكن ما يمنع طبعا أن لا زال عندنا ما شاء الله كوكبة كبيرة من المدربين المخضرمين، لهم سمعتهم ولهم عملائهم. فهؤلاء طبعا ما تأثروا،
لكن اللي دخلوا الآن، والمسألة الآن شو اللي صارت عندنا بالكويت، ياخذ دورة TOT تدريب إعداد المدربين، ويقول لك أنا مدرب معتمد، وينزل إعلانات بالسناب وإعلانات بالإنستغرام. وصار عندنا على فكرة صار في هوس من الناس عموما، سواء يعني الموظفين بالغالب، أن يقول لك أنا والله بيكون عندي بالسي في. بغض النظر أنا استوعبت فهمت كان لهذه الدورة قيمة مضافة لي ولا لا، فقط أنها تنحط بالسي في. وأنا طبعا كمستشار في عدد من الجهات لما أقابل وأعمل المقابلات المهنية الانترفيو هذا، أسألهم عن الدورات هذه، ما يدرون شو السالفة، ما يعرفون شو اللي صار، ما يعرفون محتواها، فقط والله خذيناها أونلاين أو خذيناها بس بشغل مش حالك. فإن شاء الله أكون أجبت على سؤالك دكتور. نعم نعم دكتور جاسم. دكتور جاسم، تسرب الكفاءات. طبعا أنت ذكرت أيضا في حديثك يؤسفني أني أقدم الدورات باللغة الإنجليزية. لو الدكتور جاسم قدم دورة طبعا استقطاب من مركز تدريبي كبير في ماليزيا أو في الإمارات أو في عفوا في دولة أجنبية، مثلا نقول إحنا ماليزيا أو نقول مثلا في أمريكا، والاسم الدكتور جاسم مقدم الدورة، تكون الدورة القيمة زي ما ذكرت أنت أو الرسوم الدورة $1000، بيقبل المتدرب بكل أريحية. بينما نفس الدورة $200 وليس $1000 تقدم في الكويت أو تقدم في السعودية أو في الإمارات، ونفس الدكتور ومقدم الدورة الدكتور جاسم يشوفون المبلغ أو يستخسرون أو يستكثرون هذا المبلغ، مما دعا أو أيضا هذا شق من السؤال: ما هي العوامل اللي دعت يسمونه بتسرب الكفاءات أو هدى بها أنها تقدم الدورات خارجية وباللغة الإنجليزية أكثر منها بالعربية؟ أنا دكتور بس اسمح لي، يعني ممكن بس أصح جزئية بسيطة. أنا يعني قلت أنا يوسفني أني أنا أقدم دورات بالإنجليزية أفضل من اللغة العربية أفضل. لكثرة الدورات بالإنجليزي، واللغة يعني دراستي اللغات والتحضير عندي صراحة أمانة. الدورة بالإنجليزية دائما المصادر تكون متوفرة أكثر من العربية، ومصادر تكون محدثة. فيعني بالأخص في تخصصك يا دكتور، صحيح؟ اي صحيح، نعم. نعم. اي فبالتالي اسهل لي صراحه. لكن ارجع اقول الافضل، يعني احنا لغتنا العربيه لها علينا حق كبير مثل ما قلت لك، وهذا يعني ما الواحد ما يتعذر، لكن هذه يعني وهذا واقع. انا اشوف ان اللي حصل بعض الجهات، وانا تكلمت بعض الجهات على نفس اللي طرحت السؤال دكتور. قلت يعني الدورات لما تقام محليا، ليش انتم تودونها مثلا في تركيا، ولا ساعات يقول لك في مصر ولا في ماليزيا، بعضهم في دبي. فيقول والله احنا موظفينا هي نوع من إجازة مثلا، نقاهة وتدريب، يعني في كل هذا يعني يمكن نوع من المكافأة. فبالتالي قيمة هم شنو اللي دعاهم إلى هذا الشيء؟ الإقبال اللي قاعد يصير يعني. وبعدين على فكرة يعني صارت بعض الشركات تطلب الشيء هذا، يقول لك أنا تعمل لي دورات في لندن مثلا، أو تعمل لي إياها في نوتردام مثلا، زين، أو تعمل لي إياها في كوالالمبور. فيقول لك تعطيني باكج كامل كم يكلف. فأعتقد هذا العامل. وأنا بالنسبة لي مثلا ما فرقت معي، مثلا أنا بطلب مني مثلا أروح مني ولا مني، ما فرقت معي. لكن أنا مثلا دائما لما أروح دورة أو يطلب مني برنامج تدريبي، حتى مي قضية بس الربح المادي، قضية أن المعلومة لازم تصل، والمهارات المطلوبة تصل يعني بأكبر نسبة. العائد من التدريب هذا نحتاج نتأكد منه. فأسأل ما هي من هم الفئة التدريبية. يعني أعطيكم مثال: في إحدى الشركات في قطر، شركة كبيرة، بنك يعني كبير، طلب مني دورة إلى أعمل لهم دورة في تشينج ليدرشيب اسمها بالإنجليزي. وقلت إن شاء الله، ورحنا وما شاء الله مركز أعمال قطر، مركز الأعمال هناك يعني كان القاعة والمبنى فخم. فأول يوم سألت الأخ المسؤول عن التدريب: أنتم طالبينها بالإنجليزي، كيف مستوى موظفينكم؟ لا ممتازين. قلت أكيد؟ قالوا لا ممتازين، هم موظفين وإحنا معطينهم دورات وهذا. قلت طيب. والله لما دخلت وأتكلم، قاعد أكلم نفسي، سألتهم شلونكم بالإنجليزي؟ طبعا بعض يضحكون.
هذه صدمة كانت. طيب مم. أنت الآن خسرت وحطيت وجبت مدرب وحطيت برامج وهذا، إذا ما كانوا على مستوى التدريب المطلوب، يعني هي في النهاية فقط أن والله إحنا يعني على قولتهم تاسك اكومبلشت، كانت مهمة وأنجزناها وانتهى، والله أعطانا تدريب. هذا على عاتق الأخ المسؤول عن التدريب أو الأخت مم. المسؤولة أو القطاع المسؤول أو إدارة الموارد البشرية. فلذلك أنا لما يطلب مني دورات باللغة الإنجليزية، أول شيء أسأل كيف مستوى اللغة الإنجليزية. بعض الدورات أتفاجأ أن في تفاوت كبير بين الموجودين، في ناس مستوياتهم ما شاء الله ممتازة وفي ناس سلامات ماكو شيء، ما في. مم. طيب أنا يعني كيف أشرح الآن، كيف أتفاعل مع الموظفين أو المتدربين بالطريقة هذه؟ فتصير مشكلة إن أسرعت مع الناس اللي فوق هذول ما استفادوا، وإن نزلت تحت اللي فوق ملوا اللي مستواهم عالي. نعم نعم نعم. فهذه كانت أكثر العراق يعني آه، العراقيل. وأنا أتحاور مع الدكتور جاسم، الأخوان والأخوات الموجودين، الذي أو من يرغب في توجيه سؤال للدكتور جاسم في المجال مفتوح بالصوت وبالشرح. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور سعود. باسمنا جميعا الموجودين حبيبي. ضيوفنا والرواد، ونرحب بالدكتور حبيبي، عبد المنعم. أهلا وسهلا. ازاي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله خير نحمد الله. اولا شكرا على الجهود الرائعة المميزة، لجنة التدريب برئاسة حضرتك وكل الزملاء. والشكر راسي. الثاني اختيار النجمين، النجم دكتور جاسم والنجمة دكتورة رانيا. يعني قطبين كبار جدا جدا في التدريب في الحمد لله. الوطن العربي. وحبيت انا عجبني اللقطة الأخيرة اللي قالها دكتور جاسم، واحنا بنقول كيف يتم التواصل بين المتدربين. يقول لك استخدم اللغة السهلة البسيطة المفهومة، سواء منطوقة أو مرئية أو مكتوبة. ولذلك دكتورنا الغالي دقق على حتة من هي الفئة المستهدفة، ودي فعلا الفئة المستهدفة دي اللي بيخليك تختار اللغة السهلة البسيطة المفهومة لدى المتدربين، مش لدى انت، يعني مش لديك انت. فانا بس كنت طالب